شخص قرر يقتل زوجته بطريقة والله لا تخطر على بال أحد. قام بأخذ وشراء كوبرا وإدخالها من تحت الفراش حتى تفارق الحياة وتلدغها. القصة هذه صاحبها وأبا البنت رجل أعمال كبير ولديه شركة كبيرة ولديه تجارة وافرة، عسى الله يرزقه ويرزق أمة محمد أجمعين. والله رزقه ببنت فقط، ليس لديه من الأولاد غير بنت وحيدة. البنت هذه اشترط عليها أن تدخل مجال إدارة الأعمال حتى يتسنى لها مساعدته في إدارة الشركة. والله البنت هذه تكبر، البنت ليست جميلة ولكن جميلة الروح، لديها جمال الروح. البنت هذه والله تكبر تدرس الثانوية وتخلص وتدخل المجال الجامعي بكالوريوس، أخذت بكالوريوس في إدارة الأعمال. وأبوها بعد تخرجها على طول جعلها تمسك إدارة الشركة، يعني مسكها زمام إدارة الشركة من وإلى كليا. هو المدير التنفيذي وهي هي المدير التنفيذي وهو المدير العام. والله يا إخواني البنت هذه أدب، فيها ذكاء لا يوصف، ونباهة حادة، يعني فيها مواصفات القيادة تتجلى فيها. يوم من الأيام كان هنالك الورش هذه يأخذون دورات تدريبية ودورات تعليمية. فالبنت هذه المذكورة كان في شخص هناك قال لها والله يا بنت أنا حبيتك وأريد القرب منكم بالزواج بالحلال. قالت له ما يخالف، تروح عند أبوي. تمام، قالت له روح عند أبوي واطلب يدي منه وإن شاء الله خير، يعني إذا أتيتم فأتوا البيوت من أبوابها. والله وهذا الشخص يروح إلى عند الأب. تمام، أول ما شافها الأب يقول أنا ما ارتحت له، أنا ما ارتحت لهذا الشخص، حسيت أن هنالك شيء غلط من ساسة لا راسة في هذا الشخص. يقول أتى يتقدم، قلت له طيب تمام أنا بسأل عليك وأرد الخبر. النبأ يعني النبأ اليقين بالقبول أو الرفض، إيجاب أو سلب، بيكون بعد أن أسأل عنك. والله يقول رحت أسأل عليه، دخلت قبل ما أسأل عليه إلى بنتي سألت عن الكلام هذا. قالت والله يا أبوي هذا الشخص أني أعرفه دورة تدريبية والشخص محترم شخص حباب وكذا، ولكن المشورة والقرار النهائي أنت الذي سوف تتخذ هذا القرار. والله الأب رجل الأعمال هذا يسأل على هذا الشخص. عرفتم أنتم لما يعني بتزوج بنتك تسأل على الشخص كيف أخلاقه، كيف تعامله مع الجيران، كيف سلوكه بالمجتمع المحيط به. من هذه الأسئلة يعني الضروري، يعني البنت هي فلذة كبدك، فأنت لازم انك ترسيها إلى بر الأمان. يقول والله وسأل عليه، في ناس قالوا ما يصلح، ناس كثير ما يصلح لبنتك يكون زوج لها، عسى الله أنه يأتيه بزوجة صالحة. يقول والله يجي كلمته أنت مالك صلاح عندنا في البنت، إلا والبنت تلزم علي أنها تريده وكذا. وأنا قلت لها شوفي أنا أقبل فيه وأزوجك إياه، لكن أنه يشتغل بالشركة بيأتي بعد فترة يقول أنا لازم أني أتوظف بالشركة، ما في، الباب مؤصد أمامه، الباب أي أن الباب مقفل أمامه، لا يأمل بوظيفة حتى بعد الزواج والخلفة. والله يقول تزوجنا، زوج بنته على هذا الشاب، أمورهم طيبة، مرت السنين، رزقهم الله بأولاد. وبعد ما رزقهم الله بأولاد الشخص هذا عمه أبو البنت توفاه الله، يعني توفاه الله أبو البنت.